في ناس داخلة رمضان وتطلع منه ولا حاجة اتغيرت، مش عشان الشهر وحش، لكن عشان أخطاء صغيرة بتاكل رمضان حتة حتة من غير ما نحس. تفطر تقوم تقيل كسلان عايز تنام، لكن رمضان مش مسابقة أكل، بس احنا بنفطر كأننا بنعوض حرمان اليوم كله. عشان كده الأكل التقيل بيسرق طاقتك وبيسرق قيامك وبيسرق تركيزك. ودي كانت أول نقطة معانا، واللي كان اسمها الأكل الزيادة عن اللزوم. تسهر بقى تنام متأخر تصحى متكسر، لكن قلة النوم مش بطولة، بس احنا بنضيع الليل ونلوم الصيام. وعلشان كده رمضان عند ناس بيبقى تعب مش عبادة. ودي كانت تاني نقطة معانا، واللي كان اسمها النوم المتلخبط. تمسك الموبايل تفتح السوشيال وتقول دقيقة، لكن الدقيقة تبقى ساعة، بس من غير ما تحس اليوم كله يخلص. وعشان كده أكتر حاجة بتسرق رمضان وهي الشاشة. ودي كانت تالت نقطة معانا، واللي كان اسمها إدمان الموبايل. تقول أنا صايم هرتاح، لكن الراحة طول اليوم بتقلب خمول بقى وكسل. بس الكسل مش من الصيام، من قلة الحركة. أيوة، وعشان كده تحس إن اليوم تقيل والوقت واقف. ودي كانت رابع نقطة معانا، واللي كان اسمها الاستسلام للكسل. فلان ختم فلانة بتقوم وانت حاسس انك ولا حاجة، لكن ربنا مش بيحسبها كده. بس المقارنة دي بتكسرك مش بتصلحك. وعلشان كده اخطر حاجة بتبوظ رمضان انك تبص لغيرك. وعشان كده اخطر حاجة بتبوظ رمضان انك تبص لغيرك. ودي كانت خامس واخر نقطة معانا، واللي كان اسمها المقارنة المدمرة. وفي النهاية يا سيدي، رمضان مش محتاج منك الكمال ولا المبالغة، لكن محتاج وعي. بس لو شلت الأخطاء دي نص رمضان هيتصلح لوحده. وعلشان كده اسأل نفسك النهاردة أنا واقف في أنهي غلطة. اكتب لنا تحت في الكومنتس. ولو الفيديو ده لمسك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان رمضان السنة دي ما يضيعش منك. ان شاء الله هنتكلم في حلقة بكرة الحلقة السادسة عن ازاي تتحكم في شهيتك في رمضان. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.